انا بابا يلا. رسالة إلى السيد هانز فليك مدرب برشلونة. أكرر، رسالة إلى السيد هانز فليك مدرب برشلونة. اهرب، الحق اهرب يا معلم قبل ما يموتوك. يا غبي اهرب، بقولك هيموتوك. الحق اهرب يا معلم قبل ما العيال دي تطلعك على كرسي العجل. العيال دي جبلات، العيال دي جبلات يا فليك. العيال دي خلاص مش هينفع معاهم حاجة، مش هياكل معاهم لا يمين ولا شمال، جبلات. عندك ربنا كرمك الحمد لله وكسبت اتلتيكو مدريد 3-1 في ماتش حلو، ولعبت عملت ماتش حلو وكل حاجه مش مختلفين. اللاعب اللي جاب لك الجون الثاني داني اولمو لسه راجع من الاصابه، والواد الراجل مسك مستوى، قلنا اخيرا انضف ماتش له الموسم ده. قام يا دوبك جاب لك الجون من هنا، وقع زي العبيط، ملحقش حتى احتفل بالجون، دراعه اتخلع تقريبا ولا حصل له ايه، وقع وقعه غبيه قوي. الحق طير، الحق طير، لان انت اتلتيكو مدريد ما كانتش هتسمى عليك النهارده، اتلتيكو مدريد ما كانتش هتنوي تحل معاك، بس انت ربنا كرمك ولحقت خطفت جون تالت في الدقيقه 90، فعدت على خير وقدر ولطف يا معلم، بس الحق اهرب. لا بس حوار ان مانشستر سيتي النهارده كان معمول معاها الجلاشه من فولهام، وفولهام كانت ماسكاها في الملعب حرفيا، زنقها وعامله معاها الغلط، مسكوت عنه شويه. جوارديولا خلع بالطريقه، حس الموضوع مسكوت عنه كده، وحسك بتقع يا جوارديولا واحده واحده، وهتقع وهتخيب اكتر من كده، بس ما عنديش دليل الحقيقه. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من قناه احمد ابو صبره. هنتكلم النهارده عن ماتش برشلونه واتلتيكو مدريد اللي انتهى بفوز برشلونه 3-1، وماتش السيتي وفولهام الماتش الحماسي جدا اللي انتهى بفوز مانشستر سيتي 5-4 على حساب فولهام. قبل ما نبدا متنساش اللايك والاشتراك، ويلا بينا. الحقيقه لو هنبدا بماتش برشلونه النهارده، فبصراحة ماتشات برشلونة واتلتيكو مدريد من السنة اللي فاتت من ساعة ما فليك مسك الفرقة، الماتشات بتاعتهم بتبقى حماسية أوي، حماسية أوي، وفيها أجوان حلوة، والماتشات رايح جاي حلو أوي. والنهاردة حرفيا برشلونة عملت ماتش من أحسن ماتشاتها، وخصوصا الشوط الأول. الشوط الأول برشلونة نازلة ماسكة الملعب، نازلة بتلعب على مسات التسلل، وهجوم شرس هجوم شرس هجوم شرس. أي نعم اتضربوا وخدوا جون، بس هما فريق شرس، الفريق اللي كان فعلا الشرس بتاع السنة اللي فاتت اللي احنا فاكرينه. الفرقه واقفه على رجليها، لعبت عملت شوط اول عالمي بصراحه على اتلتيكو مدريد. واتلتيكو مدريد بطريقه اسلوبها العاديه المعتاده، اللي هو سيموني غبي يفضل يدافع. طب انت اصلا الفرقه دي هي انت واقعه وفريقها واقع والدنيا واقعه يا سيميوني، ما بتلحقش تخطف ليه؟ انت خطفت جون الاول وكنت ممكن تخطف تاني وتالت كمان. بس هو دي دماغ سيميوني، وهو دي طريقه لعب سيميوني. الماتش بدأ، الفرقتين بيلعبوا الدنيا تمام، هوبا مولينا ادى ثرو كرة بينية لبينا، قام بينا خد الكرة راح تك 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 راح حط الجون. العب شوية العب شوية بتاع، قام بدري خد الكرة ادى ثرو لرافينيا، رافينيا على الهادي خالص، قام معدي من اوبلاك وقام راح حط الكرة في الجون. الماتش بقى 1-1. ماتش شغال والدنيا حلوة، والفرقتين يعني نسبيا مرضيين والدنيا تمام، لحد ما خلص الشوط الاول وعدت على خير. نيجي بقى للشوط التاني. الشوط التاني اللي فليك نزل فيه ما كانش ناوي ان هو يغير اسلوبه، وسيميوني من اول ما جاب الجون الاول وهو خلاص تحسه باع الماتش، اللي هو انا هدافع مهما حصل انا هدافع. حتى بعد ما برشلونه اتعادلت الراجل فضل بيدافع برضه، تقريبا حالف قسم ما هيهاجم خالص. المهم هوب 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 برشلونه تلعب، برشلونه عماله تضغط 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 تضغط، لحد ما ايه قام المعلم اولمو جاب الجون التاني واتصاب وخد بعضه طلع. مش عارف انا اللعيب ده ماله منحوس ولا ايه، والله العظيم محدش عارف هو في ايه. ده اولمو كمان، وكفايه لامين ايه اسمه ايه ده بدري كمان كان هيتصاب، ومن خوف فليك على الفرقه ومن خوفه عليه قام مطلعه يا دوبك اول ما لقى وقف على رجله كده، قام مطلعه منزل مكانه راشفورد هو وفران توريس مكانه هو ورافينيا تقريبا، ولا مش فاكر كاسادو تقريبا. المهم ما علينا، بدله على طول عشان الراجل خايف، عشان كده انا بقول له اخلع اخلع قبل ان انت خايف. حته اللعيب طلع خايف. بس الماتش بتاع النهارده بصراحه اكد لنا اهميه وجود رافينيا وبدري مع بعض في ماتش واحد. الاثنين حرفيا هم اعمده الفرقه بالنسبه لي، واحد في القياده وان هو ظابط الفرقه ومخليها متزنه نفسيا كده، والعيال واقفه على رجليها وقادرين ان هم يقفوا ويبقوا شداد زي رافينيا. وواحد تاني هو مايسترو في نص الملعب، الراجل هو اللي بيحرك نص الملعب وبيحرك الفرقه كلها وبيخلي الفرقه تعمل كل حاجه، بدري. فالاتنين دول حقيقه بقالهم تقريبا حوالي 61 ولا 65 يوم ما لعبوش مع بعض، فالاتنين دول برشلونه كانت مفتقداهم بشده مع بعض. الاتنين فعلا هم اللي شايلين برشلونه. لامين يامال النهارده لعب وكان عامل ماتش كويس وبيعدي وكذا، بس لامين يامال كانش فعال قوي على المرمى، او ما كانش ايجابي قوي على المرمى زي رافينيا. اي نعم ضيع كره تانية بعد الجون اللي جابه، كره كانت يعني
بيجيبها 100,000 مره، مش عارف جه ضيعها ليه النهارده، ما بيجيبها قدام ريال مدريد كتير، دي جت وضاعت المره دي. المهم بس الراجل واقف على رجليه وشايل الفرقه بصراحه، لحد ما بيدري اتصاب قام مطلعه بتاعه، وليفاندوسكي يعني هو فاهم اللي فيه، وعارف انه خلاص وقته انتهى في برشلونه، وخد بعضه وطلع وخلصانه بشياكه واتكل على الله. المهم بعد كده نزل في راشفورد، ونزل فيران توريس، وبدأت تشوف برشلونه واقفه على رجليها واحده واحده. اي نعم اتلتيكو مدريد كانت ماسكه برشلونه، اقسم بالله كانوا يقدروا يجيبوا التاني والتالت والرابع. اتلتيكو مدريد ضيعت كام جون بصراحه عجيب، يعني منهم كره الواد اللي اسمه المادا، الكره اتلعبت له ثرو بتاع انفراد، الواد رايح بانفراد عدى من خط الدفاع كله، فنيمهم على الارض كده حرفيا. ونايم لك بتاع جارسيا بتاع برشلونه ده مش فاكر اسمه ايه، نايمه لك على الارض وكان، وشاط الكره بطريقه زباله، بطريقه زباله زباله يعني. يا والله العظيم يعني برشلونه لو كانوا لقوا نفسهم، العيال دي كانوا خلاص يعني، هي سطرت بس مع برشلونه، سطرت مع برشلونه. وبرشلونه على فكره كانت تقدر تخلص الماتش ده من الشوط الاول لولا ضربه الجزاء الزباله، اعفن ضربه جزاء الواحد شافها تقريبا. ليفاندوسكي شاط ضربه جزاء خرا بمعنى كلمه خرا يعني. قال هو انت في ايه؟ هو انت حد من المشجعين شتمك تقريبا فكنت بتنشنها عليه ولا ايه؟ ايه ضربه الجزاء دي؟ ده غريبه، النهارده يوم غريب ما تفهمش في ايه. ليفاندوسكي ضيع ضربه جزاء والسوليه ضيع مع المنتخب، حاجه غريبه بصراحه ضربه الجزاء. انا لو مكان يعني المشجعين بتوع برشلونه، ربنا معاكم، ربنا معاكم يعني. ضربه جزاء هي ضيعها بطريقه مستفزه قوي قوي بصراحه يعني، بتفكرنا بباجيو كده، روبرتو باجيو لما ضيعها في كاس العالم. بس يعني ضربه جزاء مستفزه قوي، بس يعني ربنا ستر وعدت ولطف، وراجل زارت كده في كوره وصلت لقلبه بتاعت الجون التاني وخلاص. المهم اتلتيكو مدريد ضيعت الكوره بتاعت المادا دي، كوره تانية من سورلوس مش عارف ضاعت، كوره تانية الفاريز اداها لسيميوني في يعني حرفيا كوره اشبه بالبيلينج حرفيا، والواد ضيعها بطريقه غبيه قوي برده. يا ريت ما شاطها اصلا، هي يا دوبك جايه له كده، قام عملها كده الكوره عدت منه، هو تحسه كان شفاف اصلا فيها ولا حاجه، وما عرفش يعمل حاجه. بس بصراحه اتلتيكو مدريد سيميوني رخامته ان هو ما بيهاجمش غير لما يخسر، يلاقي نفسه خسران يروح قايل لك لا يا معلم انا لازم اشد حيلي كده وانزل هاجم. متعادل او كسبان والله ما هتحرك من ال 18 بتاعي، والله لو ايه ما هتحرك. فبصراحه يعني مقرفين، ومعاه عناصر حلوه قوي، بينا، جونزاليز، سيميوني، الفاريز، معدي كاسوردوس، جريزمان في نص الملعب، كوكي، جاريجا، معاه لعيبه كتير حلوه. مش فاهم بصراحه ايه نظامه بس فليك الحمد لله خطف الماتش وجه في الدقيقه 93 بالرغم من ان اتلتيكو مدريد كانت ضغطاه، الراجل لحق نفسه وجابوا الجون الثالث. فيران توريس جاب له الجون الثالث وعدت على خير وسطرت، واحمد ربنا واتهموا بالصداره يعني. ولا انا معاكم. نيجي بقى لماتش مانشستر سيتي وفولهام، الماتش اللي حرفيا فولهام انت ما تفهمش ايه اللي حصل، ايه اللي حصل في الماتش ده. الماتش بادئ عادي، فوزن حاطط جونين، ايرلينج هالاند حرز الجون، رايندرز حاطط جون، وبعد كده فولهام جابوا الجون في نفسهم، وفولهام كده جابت جون بالحب. انت قلت ايه الماتش يخلص 5-1 6-1 7-1، ماتش عادي اللي هو قشطه يا جدعان، السيتي كده كده ايه كسبانه الماتش سهل وخلاص والدنيا حلوه. لحد ما تيجي الدقيقه 55، الدقيقه جت 55 من هنا وفولهام تحسهم فريق غير الفريق. الراجل جاب له جون في الدقيقه 57 مش بعد كده نزل لهم لعيب كده والله ما فاكر اسمه ايه الواد ده، الواد حط جونين الماتش بقى 5-4، ويلا نجيب اقسم بالله جوارديولا فلت حرفيا بالثلاث نقط من الماتش ده، فلت بالثلاث نقط من الماتش ده. اتقي الله، اتقي الله اللي بيجي على مصر ربنا ما بيباركلوش، اتقي الله ونزل الواد مرموش، بتنزل سافينيو ومش عارف بتنزل مين وسايب الواد على الدكه، ما تنزله يلعب، ما انت كسبان اصلا خمسه، ما تنزله من بدري يا عم، ده انت راجل مستفز قوي صحيح. المهم الراجل طخ فولهام يلعبوا، انت ما تفهمش ايه اللي حصل. انا لدرجه ان انا والله العظيم ببص على الاحصائيات في اخر الماتش، الاستحواذ لفولهام، الهجمات لفولهام، الشوط على الجون لفولهام، الشوط ما بين القائم والعارضه لفولهام، ضربات التمريرات صحيحه لفولهام، ركنات، كل حاجه لفولهام، كل حاجه لفولهام حرفيا. فولهام ماسكه الماتش حتى دقه التمريرات اللي هي السيتي معروفه ان هي فريق بيمرر صح وبيمرر كتير، هي واكلهم في دقه التمريرات وعدد التمريرات اصلا. ما تفهمش في ايه، لحد حرفيا من الدقيقه 80 لحد اخر الماتش فولهام ماسكه السيتي زنقها زنقه الكلاب حرفيا، اقسم بالله زنقه الكلاب. فعدت ولطفت وجارديولا لحق خطف نفسه بالماتش. وبصراحه يعني كنت عايزه يتعاقب، كنت عاوزه يتعاقب علشان هو الماتش ده ما تفهمش ايه اللي حصل، اداره غلط، اداره غلط. وحته الواد سافينو اللي عمال بيلعبه دي حته مستفزه قوي، ان الواد ما بيعملش حاجه فعلا، الواد ما بيعملش حاجه. انا مش بقول لك لاعب عمر مرموش علشان يعني مرموش هو الجامد ولا حاجه، لعبه عشان هو الاقدر ان هو يلعب، مش اكتر من كده.
بس هو باين قوي ان السيتي كده عماله بتعمل كده. يعني السيتي كنا ابتدينا نقول ان السيتي هتفوق وهتنافس بشده وبتاع، خسروا من ليفركوزن، بعد كده مش عارف من مين، بعد كده مستواه عمال ينزل، والنهارده كسبان بالعافيه. فهو جوارديولا هيقع قريب، بس انا ما عنديش دليل الحقيقه عشان ما اكدبش عليك. أنا اللي شايفه قدامي هو الملعب، بس هو جوارديولا شكله ايه، هيودع قريب. فالايام جايه وهنشوف الدنيا هتمشي على ايه والدنيا هتمشي على ايه. وربنا يستر بقى في اللي جاي، يعني يا رب فرقنا احنا اللي تكسب. بس كده، دي كانت حلقتنا النهارده. لو عجبتك الحلقه ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه. عايزين كده نبقى كتير كده مع بعضينا، ولايك عشان نشير الحلقه مع بعضيكم. شكرا.